Flying high, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. انت بتتهرب مني ليه؟ انا عايز فلوسي. قلت لي اقول لك قبلها باسبوع، دلوقتي فات اكتر من شهر. بقول لك عايز فلوسي. هستنى مكالمتك بكره. بكره. في علي بتزعق ليه؟ لا مفيش حاجه. هو انت عماله تبوسي على الباب كل شويه ليه؟ انت مستنيه حد؟ شفتك وانت داخل البيت كنت زي القمر. انت اللي زي القمر. كان نفسي تكوني معايا قوي النهارده. وانا اكتر بجد. مراد، استني اكلمك تاني. ده ابوك فين كل ده؟ بيجيب عروسته من الكوافير. طب اخلع انت. يا ابني افرد وشك بقى. اهو. كده تمام؟ تمام، احلى بكتير. ايه الديكوريشن الحلو ده؟ كرييتيف انت برضه. خلي العريس يفرح. حقه. ما خلاص بقى يا ندى. طب ما تزعقش، في ايه؟ انت عارفه ان انا كلمت يوسف وقلت له ان احنا هنشتغل سوا؟ فعلا؟ غيرت رايي. مش هسألك ليه الصراحة، كده أحسن. على الأقل هشوفك كل يوم. انت هتروحي هناك كل يوم بقى ليه إن شاء الله؟ تفتكر هروح ليه؟ وعشان مين؟ يا ابني كفاية قفش. النهارده فرح أبوك، افرح. أفرح وفرح أبويا؟ كلمتين ما يليقوش على بعض أصلا. هاي. هاي. ازيك انت؟ كويس. هند، مقام أختي. ندى صاحبتي. مبروك. الله يبارك فيكي، شكرا. بس ايه الديكوريشن الحلو ده؟ متقع مع فستاني ولا ايه؟ إيه رأيك؟ حلوة قوي. بس ما قلتيش ليه اساعدك، بس كنت بجد ساعدتك والله. ده على أساس إنك بتفهمي يعني؟ افندم؟ لا معلش، هو تيتو بيحب يهزر كده ساعات. ربنا يكون في عونك يا بنتي والله. بس بقول لك إيه؟ أمك هيبقى شكلها حلو قوي في الفرح. اولا اسمها مامتك. ثانيا عقبالكم يا حبيبتي. عقبالكم. ثانك يو. عن اذنكم. اتفضلي. لذيذة قوي. لذيذة؟ والله أنت اللي لذيذة. أنت أكتر واحدة فيهم مش سهلة. أنت اللي سهل يعني؟ أنا السهل الممتنع. يا أخويا قولي. عايزه اعرف انت ليه مش مبسوط؟ لا أنا مبسوط. هي حرة في قرارها بقى. اقعدي مع ولاد عمتي. عندك حق. هاي. ازيك؟ عاملين إيه؟ عقبالكم. ألو؟ دورت على رقمك وقلت اكلمك اول لما استقريت. وحشني القعاد معاك. هو أنت فين؟ لما اشوفك هحكي لك، هبعت لك اللوكيشن. طيب ماشي، هخلص اللي بعمله وهجيلك على طول. باي. مساء الخير. مساء النور. انت الدكتور ايهاب؟ بالظبط. انا كنت عايزه اعرف لو ممكن نتقابل في وقت تاني في مكان تاني نتكلم شويه. ده بخصوص ايه؟ ضروري قوي تعرف؟ لا مش لازم، عادي. احسن. نسيت اعرفك بنفسي، انا اسمي شذا. هو مش انت اللي هتتجوزي بابا؟ واضح انت قوي. يا ريت رمزي كان واضح زيك، بس هو مش واضح خالص. لا هو واضح، بس ممكن انت اللي مش عارفاه كويس. لا عارفاه يعني، او على الاقل عارفه كل اللي هو حكيه. اكيد في حاجات انت عارفها، وهي دي الحاجات اللي رمزي مش راضي يحكيها. انما اوعدك يا ايهاب ان رمزي لو حكى هعرف ارد عليك. شفت انت وضوح كده قبل كده؟ بصراحه لا. يلا يا جماعه، العروسه وصلت.
يلا. خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم. خليني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، وسيبني أحلم. يعني انا غلطانه ان انا قلت لكم؟ عملتي كده ليه؟ عملت ايه يا بنتي؟ ما انا بقول لك هو كده كده كان راجع مصر وهيعيش مع مراته، وانا مش عايزه اشوفه يقرب. هو شكله زي ما كنتي بتوريني في الصور. انت بجد لخبطتيني. انت ليه قلتي له؟ هو ماله بينا اصلا؟ اهو اللي حصل. هنعمل ايه بعد لما بوظت الدنيا جاي تقولي هنعمل ايه؟ هو انتوا ليه شايفين ان انا بوظت الدنيا؟ انت قصدك ان هو ممكن يبقى كارت نضغط بيه على ماما؟ ايوه طبعا. نروح نعيش معاه بقى يعني لو هي ما سابتش حسن. وطي صوتك. انت مين قالك اصلا ان هو هيبقى عايزنا نعيش معاه؟ مين قال اننا هنوافق؟ انا مفكرتش في كل ده. انا نفسي افهم فكرتي في ايه؟ طيب ما فكرتش اصلا. طب بصوا يا جماعه، موضوع بابا ده كانه ما حصلش، احنا ماشيين بخطتنا زي ما احنا ولا كأن في اي حاجه حصلت. ماشي انا معاكي في ده، بس برضه خليه معانا ككارت يعني لو جد اي جديد. لا بصوا بقى، كارت بالنسبه لكم جد جديد ولا ما جدش، انا مش ماشيه من هنا غير ومعايا ماما، نرجع بيتنا زي ما كنا، دي الحاجه الوحيده اللي انا فاهماها دلوقتي. انا عايزه اشوفه. نيلي تشوفيه حبيبتي ولا ما تشوفوش مش ده موضوعنا خالص دلوقتي، ممكن نركز؟ انا بجد هموت واشوف اول مقابله بين بابا وماما. تفتكروا خاله قال لها؟ لا ما قالهاش عشان ما ينكدش عليها. خلاص كفايه، ممكن خلاص ممكن نبتدي. عايز تعملي ايه؟ ابوكوا زمانه عايش بيقضي احلى فتره في حياته. قايس اكيد بترقص له. ترقص له؟ انت قديم قوي يا علي. تحبي ننزل ارخم عليه؟ لا يا ديشا مش دلوقتي. امال امتى؟ الصبح. علي فين الحاجه؟ انت بتعمل كده ليه يا معلم؟ احنا متراقبين ولا حاجه؟ حذر مطلوب.
انهي يا ابني؟ انهي بتاعت الاسهال والمغص؟ النقط والاقراص. هلوسه وضحك. ماشي. بصوا بقى، بابا هياخد النقط بتاعت المغص والاسهال، وهي تبقى قاعده جنبه ميته على نفسها من الضحك وهو بطنه متقطعه وبتهفلط في الكلام. ما نعكس يا معلم، نخلي ابوك هو اللي يضحك ويفلط بالكلام وهيبقى بطنها تقطع. ترضاها لابوك؟ لا، فكرة طاهر كانت أحسن. انا شايفكم عمالين تقسموا كده وتوزعوا واحنا مش عارفين هنعمل الموضوع ده ازاي اصلا. عيب بقى يا معلم، كله متخطط له. انا هشرح لكم الخطه. ماشي، بس انا مش في اللي جاي ده، ها؟ واعتقد انا كده عملت اللي عليا وزياده. عامة من بكره الادوار هتبقى متضاعفه، وزي ما عملنا خطه لابوك والعروسه، انا محضر خطه لبناتها هتطلع من نفوخهم. حضر لنا ايه بقى للبوم يا معلم؟ امسك بس كده بعيد عنه. مش ورايا، خبينا بقى. هنعصر البرتقان. توقيت عصر البرتقان هو الموضوع، لازم ينزل يشوفكم على اساس انكم بتعصروا لينا كلنا. اهم حاجه يا جدعان، نقط الاسهال لبابا والاقراص للعروسه. صباح الخير يا ولاد. فل. تعملوا ايه؟ بنعمل لحضرتك عصير برتقان وبابا. الله. على فكره بابا بيحب عصير البرتقان جدا. وأكيد حضرتك كمان بتحبيه. اكيد. مش عارفه اقول لكم ايه بجد، ميرسي. دي اقل حاجه ممكن نعملها لحضرتك. حبيبي ربنا يخليك. طب قولي اساعدكم؟ لا يعني حضرتك ما تساعدناش عشان احنا عايزين نفاجئ بابا. طب قولوا لي عاوزين تفطروا ايه؟ احنا ممكن نستنى اخواتنا كلهم لما ينزلوا احسن. مامتي النهارده اجازه، نخلي نيلي تلعب معايا كوره. انا مش بحب نيلي تلعب كوره. ليه؟ عشان دي لعبه ولاد. بس اقول لك النهارده هخليها تلعب معاك كوره. صباح الخير. صباح الفل يا عريس. صباح النور يا اخويا. الولاد فاجئوني، لقيتهم عاملين لنا عصير برتقال. ايه الجمال ده؟ اتفضل يا حبيبي. حبيبي تسلم ايدك. انا ثانيه بس هطلع اجيب الموبايل وانزل اكمل على طول. وانا جاي معاك. صباح الخير. صباح الفل. جاي معايا فين؟ فوق. خليك قاعد هنا على الموبايل، لو في حاجه هكلمه. ماشي. معلش بقى، انا نمت امبارح قبليها. ولا يهمك، المهم ان اصطبح بوشك الحلو ده. وحشتيني. مش وقته خالص يا بابا، مش وقته. صباح الخير. صباح الخير يا روحي. نمت كويس؟ يا انكل. اخواتك لسه نايمين؟ لا صحي. طب كويس، اعمل بقى افطار لينا كلنا عشان اجي اقول لك الفطار جاهز يا مدام. هو ده عصير برتقال؟ ايوه. مراد نازل هيكمل. لا يا حبيبتي اتفضلي. لا يا انكل، انا هستنى مراد. لا انا ما شربتش منها، استنى انا مراد. اتفضلي. شكرا يا انكل. الف عين. خد بقى اشرب معايا عشان تجري ورايا. اكتر من كده؟ يا نهار اسود. حلو قوي. حلو قوي فعلا. ايه ده مين فيهم؟ الثمالة. والله مراد ده جميل.
ما تخافوش يا جماعه فار بتعمل ايه؟ هو صرصار ايه خلاص انا هتعامل ما تقلقوش يعني. بتضحكي على ايه يا ماما؟ بقول لك فار فار. هات حاجه نرشها. رش ايه يا ماما؟ كتير قوي فار. نرش ميه. خلاص اتفضلوا انتوا انا هتعامل يا بنات. ما تخافوش اتفضلوا هم فين؟ في الاوض. اوكي تمام انا هتعامل. انت تمام انت روح نادي الفيران عشان نمسك اخواتك ونخلص الموضوع. اللي بتقوله ده ادعي لي ادعي لي. انت بتخاف من الفيران؟ لا. طب ادخل. هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ معرفش، بس اكيد حاجه مش مظبوطه. انت كنتي فين؟ كنت في الحمام مش قادرة. بطني. وقلت له صباحية مباركة ولا لسه؟ عريس زمانه في الحمام دلوقتي. عملتوا ايه؟ هحكي لك لما نتقابل. هتروح ليوسف؟ ايوه. طاهر في ايه؟ اقفلي يا ندى ثانية. في ايه يا ابني؟ الحق اللي حصل. ايه ده؟ على فكرة مش عايزكم تقلقوا يا بنات، ما تقلقوش انا عملت كل حاجة وخلصت الموضوع. عملت ايه؟ لا انا قبضت على كلهم فيران كلها. سعي مش قادرة. بس هل هموت يا ماما؟ مش قادرة. سلامتك. أنا فاكرة البرتقال ده فيه حاجة. اجيب لك دواء. من ساعة ما شربته وأنا مش مظبوطة خالص. ايه ده وانا؟ صباح الخير. صباح الخير. انت اتأخرت كنت فين؟ هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ مش عارف. ايه ده؟ تفتكر ليلى هيكون عندها ايه؟ معرفش. ايه ده؟ اوكي. عايزاكم. ما تقلقوش يا بنات، عادي خلاص الموضوع خلص، ولو في حاجة أنا موجود. مش كده يا حسن. أمال إزاي؟ إيه ده ديشة إزاي؟ عاجبك كده؟ وضعين خالص يعني. هو ايه الدواء ده؟ وانا ايش عرفني اللي كان كل ده هيحصل؟ يخرب بيتك يا علي. يا ولاد. شوفوا فين بقى. ها جبنا جون؟ جون ايه؟ علي احنا في كارثة. اللي بيحصل تحت ده مش طبيعي. انت قصدك مغص ليلى؟ البرتقال ده اكيد فيه حاجه. هما اللي جابوا الفيران. وماما وانكل حسن برضو شكلهم مش طبيعي. هما اللي بدأوا. هيزعلوا. والبادي اصلا. بابا هما اللي حطوا لمراد وطاهر بودرة العفريت، وهما اللي حطوا لنا الفيران. بابا صدقني حضرتك اللي كان هيجيلك اسهال وطنط هي اللي كانت هتلبس. مراد كان عايز العكس بس علي قال لا، حضرتك يجيلك اسهال والفيران كانت فكره طاهر. وهم قالوا لي روحي صحي ماما تنام جنبك وحطوا بودرة العفريت على السراير، ولما جم يحطوها على سريركم ما عرفوش فخرجوا وراحوا بوظوا الكاوتش. بابا انا ما عملتش حاجه غير اني راقبتكم الصبح عشان خاطر يا بابا ما تشيلش البلاي ستيشن. انا ممكن اعتذر له بس ما تقوليش اني قلت لك علشان خاطري. هند واروى لو عرفوا هيبهدلوني. انا اسف ما تزعليش مني. وانا كمان. اتفضلوا اطلعوا على اوضتكم. لا يطلعوا كل واحد يجيب اخواته ويجي عشان عايزكم كلكم. يلا يلا. هي وصلت لكده يا حسن؟ انا مش مصدق. تضحك؟ دول كلهم مش متربيين. كلهم
كلهم يا ناديه، احنا ما عرفناش نربي. اهلا اهلا اهلا، شرفتونا حضراتكم. والله يا بابا فضلت مستنيها قدام السنتر لغايه ما خلصت وبعديها جبتها وجيت. كتر خيرك والله. راح فين؟ تعال. طالع اوضتي. لا لا، تعالى تعالى، اتفضل. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. هو في ايه؟ هو انت مش عارف عملت انت واخواتك؟ احنا ما عملناش اي حاجه، هم اللي عملوا معايا الاثبات. انا مش محتاج اثبات. استنوا عليا، استنوا عليا وهتشوفوا. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. اتفضلوا. انا عايز اعرف بس ليه ليه يا بابا؟ اهلا يا دكتور، اتفضل اقعد، اتفضل ارتاح، اتفضل. اهلا يا فنان، اتفضلوا. انتوا بتعملوا كده ليه؟ ليه؟ طب ادونا فرصه نثبت لكم ان جوازنا ده في مصلحتكم، ولو فشلنا ابقوا اعملوا اللي انتوا عملتوه ده، ولو انه يعني في كل الاحوال ما ينفعش. ولو عرفت ان حد فيكم عمل حاجه لمصطفى او نيلي، حسابكم كلكم معايا انا. هيضربوني. طب خلي حد فيهم كده يفكر. انا اعترفت تحت ضغط. تحت ضغط؟ خلاص يا نيلي. اوكي يا شباب، اوكي، هنعتبر ان اللي حصل ده هو الويلكم درينك، وضحكنا وانبسطنا، بس ده كلام انا مش هسمح بيه تاني خالص. حطيت لنا ايه في العصير يا دكتور؟ ده كان دواء مضاد اكتئاب على كام حاجه تانية كده. بس كان حلو قوي. طب يلا 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 يلا، كل واحد على اوضته، يلا. احنا شكلنا داخلين على ايام سودة يا حسن. لا 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 لا، ده لعب عيال بس. دمهم خفيف قوي ولاد اللذين. طب ايه؟ ايه؟ احنا مش هنطلع فوق بقى؟ ماشي، يلا نطلع. اتفضل علي. يرضي مين ده والله؟ نصحى كل يوم على الاشكال دي. يا ابني عيال بارده برود. لا وعايشين عادي في البيت، مفيش اي كسوف بجد، مفيش بربع جنيه دم. طب احنا هنعمل ايه في الموضوع ده؟ ومش عايز اتدبس في حاجه تاني. قلت لكم الاول الواد مصطفى هيودينا في داهيه وهو باعنا. يعني هم احنا بس يعني؟ ما هم كمان اتباعوا. انا مجهز حته خطه هفورهم لك من هنا خالص. خطة ايه يا ناصح؟ اتقل. طب واحنا هنعمل كده ليه؟ ما هم كمان مش عاجبهم الموضوع. يعني احنا متفقين ما نقعد نتكلم معاهم. بصراحه انت شتتينا بموضوع ابوكي ده، ما كانش وقته خالص. ايه ابوكي دي؟ ده على اساس ان هو مش ابوك انت كمان ولا ايه؟ لا مش ابويا، ابويا بالاسم بس مش اكتر. بالنسبه لي وجوده زي عدمه اصلا. عمري ما حسيت اني عايزه اشوفه. ولا انا. لا انتوا بقى مش سويين، دي حاجه ترجع لكم. يعني انت اللي سويه قوي. طب هو اللي حصل حصل. هو انت بتعملي مصيبه وبعدين ترجعي تقولي اللي حصل حصل؟ يا بنتي ما احنا كنا تمام وماشيين في خطتنا، ايه بقى لازم انا قلت 100 مره ان هو كده كده كان راجع مصر وهيعيش هنا مع مراته. كل الموضوع ان انا قلت له ان ماما هتتجوز وما فرقتش في حاجه. لا فرقت على فكره، بدليل هو جه على طول. هو انتوا اغبياء؟ ما هي ماما اصلا اتخانقت معاه علشان هو اتدخل في الموضوع، ودي حاجه كويسه. لا مش حاجه كويسه، وهيتصالحوا وهتشوفي. يتصالحوا ازاي؟ ده هي احرجته قدام بابا. اروح حبيبتي، لو كان انكل حسن فعلا اتخانق وزعل ان بابا جه كنت هقول لك ماشي اوكي مش هيتصالحوا، لكن الراجل اتعاطف مع ابوكي يا هبله. لا وكمان ايه، قال لها خلي القرار يبقى مع البنات. مش مصدقه ان هو قال كده بصراحه. على فكره بجد هو راجل كويس، باين من تعامله معانا. لا هو الواحد يقول اللي ليه واللي عليه. انا ولاده دول هم اللي انا مش طايقاهم. يا جماعه انا مش عارفه استوعب ان انا مش عارفه اجيب حتى كوبايه ميه من غير ما يكونوا متنيلين قاعدين تحت. انت كل مشكلتك كوبايه الميه؟ الراجل ده ولا كويس ولا زفت اصلا. كل اللي بيعمله ده عشان خاطر ماما مش اكتر، لكن احنا بالنسبه له حمل تقيل ولازم يخلص منه. عشان كده احنا لازم نمشي من هنا باسرع وقت. قعدوا غنوا وردوا على بعض بقى. ما تبطلي استفزاز بقى انت كمان. بصراحه عندها حق، عندك
حل قولي، ما عندكيش يبقى تسكتي خالص. احترمي نفسك يا ليلى وكلمي عدل. احترم نفسي ازاي يعني؟ احترمي نفسك، انا اختك الكبيره. كبيره تبقى قد ان هي كبيره. طب اخرسي بقى. مش بس عشان هما جايين علينا. صباح الخير. اهلا. لا احنا مش هينفع نبتدي كلامنا كده. كلامي بالظبط. هو انت متحفزه ليه كده من قبل ما نتكلم حتى؟ ما تهدي كده وتقولي هديت. ما تتكلم كويس. انا بتكلم كويس، اسمعي انت كويس. خلاص يا طاهر. هو ايه اللي خلاص؟ تتكلم باسلوب احسن من كده، دول ضيوف في بيتنا. احنا اصلا مش عايزين. ولا احنا. وهو ده بقى الموضوع اللي احنا عايزين نكلمكم فيه. محدش فينا عايز الموضوع ده، فعايزين نوصل بقى لحل وسط بدل ما نقعد نضايق بعض ونزعل بعض، حقنا للدماء يعني. حقنا للدماء؟ ما هو دكتور بقى وكده. عسل يا بنات، عسل. كمل يا دكتور. انا هعتبر دي سخريه لطيفه. احنا عايزين نفكر في طريقه نطلق بيها امكم من ابونا، بما ان احنا مش طايقينكم. ولا احنا طايقينكم والله يا علي. ده انا كنت بقول عليكي عاقله. انت اللي بدأت. قولي براحتك. هو انت شايفه نفسك كده ليه يا بنت؟ بنت لما بيتك. يا طاهر يا جماعه مش عايزين الامور توصل لكده، بعد اذنكم. احنا عايزين نفكر بشويش ازاي هنضرب مشرط في الجوازه دي، بما ان لا انتوا طايقيننا ولا احنا طايقينكم، وطبعا انتوا مش هتدخلوا نيلي في الموضوع ولا احنا هندخل مصطفى. موافقه. موافقه على ايه بالظبط؟ طب يا جماعه انا موافق على اي حاجه علي وطاهر هيقولوها. انا لازم امشي عشان عندي ميعاد. ليلى كمان موافقه على اي حاجه علي وطاهر هيقولوها. مش عرفك؟ هي عارفه. وبعدين ما عندك ايه ما تساليها ولا ايه؟ ده ايه ده؟ مش دلوقتي. طيب تقدروا تقولوا اقتراحات لو عايزين. تمام. انا هقول لك، احنا مثلا نتبلى عليكم اللي انتوا قرفنا في عيشتنا، فماما تاخدنا ونمشي. يا سلام. وليه مش العكس؟ احنا نتبلى عليكم فهو يبقى شايف انه ما ينفعش يكمل في الجوازه دي. اللي هيتصدق اكتر اللي احنا نتبلى عليكم. ليه بقى يتصدق اكتر؟ على اساس انكم اضعف وارق وكده؟ ده كده كده. بعدين ده الطبيعي على فكره. فين الطبيعي ده؟ مش شايف الصراحه. ما تهدى بقى بدل ما ازعلك. لا انا ما بزعلش، انا بزعل بس. وريني. يا جماعه احنا عايزين نوصل لحلول متوازنه، بعد اذنكم يوم ولا يومين كده وهنعمل اجتماع نشوف ازاي هنطلع من الورطه اللي اهلنا ورطونا فيها دي. ينفع كده؟ ينفع. تمام يا جماعه، بس في اسرع وقت بقى عشان انا خلاص مش طايقه. مين طايقك؟ يا طاهر بعد وانت مش اختهم الكبيره، مالكيش كلمه عليهم ولا ايه؟ يا عم اختي كبيره ايه وزفت ايه بس؟ زفت؟ زفت. انت عبيط؟ هو عبيط. لا مش هينفع كده يا جماعه، انا عندي شغل. يا ريت تقعدوا تفكروا وتشوفوا هنوصل لحلول ايه، تمام؟ ويا ريت نفكر ان احنا كلنا مع بعض، عن اذنكم. طب احنا هنفكر يا اخ طاهر ونبقى نبلغك. حلوه اخ طاهر دي، كبيره فعلا. هو انت ايه قطع كلام؟ ما تسكت بقى. واسكت ليه؟ خلاص ما تسكتش، انا هعرف اسكتك. وريني. طالعه اوضتي. تنحى قوي. اوضتك؟ استغفر الله العظيم يا رب، ولا كنتوا بتحلموا بنص اللي طب بطل استفزاز بقى يا ابني انت. ما تقولي لاختك دي قص الاستفزاز كله. تعالي يا بنتي نطلع الاوضه، ده تعبان في دماغه. لا مش هنطلع، وهنفضل قاعدين براحتنا. سيبيها براحتها. الو تيتو، انت فين؟ انا في البيت. تعالى على الكافيه حالا. ايه في حاجه كويسه؟ اصل بابا قرر انه يقعد يسمعني، وانا قلت له عايزه اقعدك مع اقرب حد ليا، ووافق. وبجد اول مره تحصل انه يبقى مش وراه حاجه. يا بنتي طب ما انا هقابله في الاوبننج بالليل. اوبننج ايه يا طاهر؟ هتقعد معايا يعني في الزحمه والدوشه اللي هتبقى بالليل دي؟ ده هيقعد معانا انا وانت لوحدنا دلوقتي، ودي بالنسبه لي احسن فرصه اني اعرفك عليه بشكل مختلف وافهمه واحده واحده. ممكن بس تلبس وتيجي بسرعه؟ حاضر ماشي، هلبس على طول مش هتاخر. باي. استفزني على فكره. بقول لك يا ناديه، انا بفكر اجيب ام محمد مرات الحارس بتاع الفيلا اللي في وشنا تيجي تغسل مواعين وتنظف كل يوم كده.
لا ملوش لزوم خالص. لا ما انت كده هتتعبي جدا. لو احتجت لها هبقى اقول لك، انا والبنات بنعمل كده. هو انتوا ليه قاعدين على طول ماسكين تليفوناتكم؟ ما تقعدوا معانا شويه. بصراحه هم اتعودوا عاده سيئه جدا، بس معلش هيبطلوها. انا ما بحبش التليفونات دي ابدا. معلش سيريس، ده تليفون مهم. يا مؤنس، ازيك يا حبيبي؟ اسمها أروى يحيى عبد السلام. اتفقنا ان شاء الله ابعتها لك بكره. لا ما انا كده كده هديها نمرتك. تمام يا حبيبي، ما تحرمش. متشكر جدا يا حبيبي. يلا مع السلامه، مع السلامه، مع السلامه. اتفضل اتفضل اتفضل. حسن جاب لك ميعاد عشان اختبار مذيعة اخبار. انا قلت بقى القناه لازم تستفيد من شطارتك. مش قوي. ميرسي يا انكل انك فكرت فيا. ربنا يوفقك يا حبيبتي. بابا هو ده مؤنس اخو سالم؟ هو. انت ليه بتكلمه يا بابا؟ ده انت على يدك، يعني اخر مره كنت هضرب لاخوه. اخو مين؟ جارنا. ربنا بلانا بيه. هو قصده سالم جارنا. بس انا يعني ومؤنس فاصلين علاقتنا خالص ببعض عن علاقتي انا بسالم. انا شايف انك فيها مشاكل وخناق قوي لحد كده. تتكلم معايا يا بابا. ابدا. انا عمري لا اكلمه ولا احط ايدي في ايد الراجل ده ابدا. ايه ده؟ ليه كل ده؟ بعدين هبقى افهمك. طب بقى عن اذنكم. يا عم انا بيشغلوا هيبقى دول هنا. مراد فكك مني، انا والله العظيم ما طايق نفسي. ماشي؟ عن اذنكم يا جماعه. امال فين مصطفى؟ بيجيب كتبه من فوق، هذاكر له هو ونيلي. طب بقول لك يا بابا، دلوقتي انا هتاخر على الصيدليه ومحتاج اتكلم معاك قبل ما امشي. حاضر يا علي. يلا. احنا بقى خلاص هنبقى صحاب. اكيد طبعا، ده احنا جيران يعني. اوكي نبقى ننزل سوا بقى عشان انا هنا جديده مش عارفه اي حاجه. لا بجد تعالي في اي وقت عادي. اوكي ميرسي، شكرا قوي. انا مبسوطه ان انا قابلتك والله. انا اكتر والله. يلا انا همشي بقى. ماشي، باي باي. باي. ده محسن طلع لذيذ قوي. وانت بقى بتاخد فايده اكتر من البنك؟ 10% في الشهر. عايز تفهمني بقى ان المخازن دي شغاله مظبوط؟ شغاله مظبوط. بيجيبوا الادويه متهربه من بره بسعر رخيص وينزلوها في الصيدليات هنا بسعرها الطبيعي. وبعدين مالي مظبوط ولا مش مظبوط؟ انا عمري ما رحت المخزن ده اساسا. ازاي يعني؟ انا كل شهر بيجي لي مندوب يديني ال 10% بتاعتي، وما كانش بيعمل معانا كده بس، بيعمل كده مع كل الدكاتره اللي داخلين في المخزن. طيب فين المشكله بقى؟ انا جيت اكلمه الفتره اللي فاتت، عمال يتهرب مني وما يردش عليا، وفي الاخر قال لي المخزن اتسرق مش عارف اديك فلوسك. لا لا لا، اتسرق ما اتسرقش مالكش فيه. قوم هات العقد اللي بينك وبينه ونروح لعمك عزمي يعمل لك بلاغ. يلا قوم هات العقد. انا معيش اي حاجه تثبت. نعم. يعني انت دفعت فلوسك من غير ورق يثبت حقك؟ هو الموضوع ابتدى من سنتين مع الناس دي، ابتديت ب 10000 جنيه كنت محوشهم وخلاص. يعني المشكله في ال 10000 جنيه؟ لا. امال ايه تاني؟ 150000. ياه. عرفت ليه بقى بقول لك لسه بدري عليك؟ وانا يعني كنت عارف ان انا هيتنصب عليا؟ ما هو لو مش لسه بدري عليك كنت فهمت ان اي بيزنس لازم يكون معاك ورق يضمن لك حقك. ده قلب بيه شغل يا علي. لكن ازاي؟ انت طمعت. ال 10% زغللوك. واخرتها اهو خسرت كل حاجه. يلا ربنا يعوض عليك. اديك اتعلمت بيهم. العلام اللي بخساره فلوس ما بيتنسيش.
ما بيتنسيش ايه وفلوس ايه؟ انا جايلك عشان تشوف لي حل. حل ايه هنعمله؟ مفيش. طب ومقدم الصيدليه اللي هتروح مني دي؟ لا يا حبيبي، انا كنت هكمل لك على المبلغ، مش هدفعه لك كله من اول، لا انسى. يعني شقة عمري راح كده خلاص؟ انت هتعمل لي بقى فيلم العار وتقول لي شقة عمري؟ العمر قدامك يا حبيبي، تعمل فيه كتير ان شاء الله، بس وانت عاقل كده ومقدر قيمه اللي في ايدك. وكفايه استعجال يا علي، كفايه. كفايه انت طريقتك دي بقى. انا جايلك عشان تشوف لي حل وتصبرني. انا مش عاوز اصبرك، انا عاوزك تفهم. افهم ايه بقى؟ يا عم ما تفهمش كلامي، افهم الرسائل اللي ربنا بيبعتها لك. عمال يقول لك يا علي اصبر على نفسك، عشان اللي بيطلع مره واحده بيقع على جدور رقبته. يلا الحمد لله انها جت لحد كده. اهدى يا علي، اهدى، اهدى على نفسك كده واتقل وتودك، وشوف انا هعمل ايه معاك. على فين؟ الزفت الشغل. يا خيبتي فيك يا علي. ايوه ايوه يا فندم، مظبوط. تمام، اتفضل اتفضل. يا اهلا يا دكتور. الحقيقة أنا جاي أقول لك كلمتين بخصوص علي ولازم أمشي على طول. خير، قلقتني. باشمهندس أنت لازم تقلق فعلا عليه، وتقلق قوي كمان. موضوع المخازن ده صح؟ هو حكى لك عنه؟ لا. أنا جاي أقول لك إن النهاردة آخر يوم لعلي معايا في الصيدلية. ابنك كان هيحبسني أنا وهو، لولا إن ربنا ستر. أنا كان ممكن أبلغ عنه، بس أنا عملت لك خاطر لأني عارف أنت مين. ليه بس؟ وحصل إيه؟ علي خان الأمانة، ثقتي المطلقة اللي أنا كنت مديها له. أنا كنت مسلمه الصيدلية ومخزن الأدوية والفلوس، كل حاجة. كان بيزور روشتات ويخرج أدوية مجدولة للمدمنين. ما كانش يضحي بنفسه بس، وبيا أنا كمان. لو مكتب مكافحة المخدرات كان خد خبر، كان هيشمع الصيدلية ويحبسنا أنا وهو، وافقد اسمي وافقد سمعتي وسمعة الصيدلية. يعني ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده؟ حضرتك اتأكدت من الكلام ده يا دكتور؟ النهارده هو كان طالب إذن، طبعا عادي، وأنا كان لازم إن أنا أكون ريبليسنج مكانه في الصيدلية. شوية ودخل واحد شكله مريب، برشامجي، أنا بعرفهم من أشكالهم. قبل ما يدخل كان بيحوب كده حوالين الصيدلية، عمال يعدي قدام الباب رايح جاي ويبص. أنا مش عارف بيبص على إيه. كان بيبص على علي. ولما دخل سأل عليه، جرجرته في الكلام وفهمت إن أنا ممكن أديله طلبه، بس أتأكد. وحكى لي كل حاجة. قال لي علي كان بيعمل إيه، إنه كان بيخرج يسلمهم الدواء بره عشان خاطر الكاميرات. هددته وقلت له إني هسلمه، طردته بره. ورجعت الكاميرات ورجعت الروشتات ورجعت الدواء. أنا كان لازم أسلمه عشان يكون عبرة لكل دكتور ينسى القسم المقدس ويتحول لديرة الحقير للمدمنين. بس أنا عارف حجم الكارثة. خسارة شاب في شطارته وفي ذكائه، خسارة إنه يخسر حياته تبقى نهايته كده. باشمهندس حسن، أنا آسف. أنا مش لاقي كلام أقوله لك، مش هقدر أساعدك أكتر من كده. على إذنك. الو، ايه يا علي؟ انت فين؟ انا داخل على البيت يا بابا. تعال عايزك. ما انا بقول لك يا بابا داخل عليك. مشيت. يعني ما سألتنيش كانت عاوزاني في ايه؟ مالك يا حسن، في ايه؟ لا،
مفيش. نادية انا هستأذنك سيبيني لوحدي دلوقتي، وانا هبقى احكي لك على كل حاجه بعدين. حاضر حاضر، بس انت كويس؟ انا كويس. حاضر ماشي. يا بابا اللي موقفك هنا في حاجه؟ لا قول لي انت ايه الاخبار؟ مفيش حاجه. انا زعلان انك دايما شايفني غلطان ودايما بتكبر المواضيع اكبر من اللازم. انا فعلا بكبر المواضيع. ان شاء الله ربنا يعوضني على خسارتي. ونعم بالله. طب قول لي هتعمل ايه؟ مفيش، هخش جمعيات واشتغل لحد ما اعوض اللي خسرته. فكره حلوه الجمعيات دي. طب ايه رايك تبيع ادويه متجدوله للمدمنين وتكسب فلوس كتير جدا؟ بدل الجمعيات بقى وجع الدماغ ده. ايه اللي بتقوله ده يا بابا؟ ايه يا بابا اللي بتقوله ده؟ انا ما اعملش كده طبعا. امال انت تعمل ايه يا علي؟ انا قلت لك هشتغل وهتعب ربنا هيعوضني. ربنا. عارف يا علي، الكلام اللي كنت بقوله لك عن الرسائل اللي ربنا بيبعتها دي ما كانش بيبعتها لك انت. عشان انا مش محتاج رسائل، انا عارف انا بعمل ايه ومخطط لكل اللي بعمله كويس. صح. هو كان بيبعتها لي انا. عارف ليه كان بيبعتها لي انا؟ عشان اعرف حقارتك ووساختك يا واطي يا وسخ يا حقير. بقى انت يا دكتور، انت بتتاجر في المخدرات يا دكتور، بتضيع نفسك عشان خاطر الفلوس يا علي. يا اخي يلعن ابو الفلوس على ابوك انت كمان لو هتخليك تضيع نفسك. اتفضل. عاملاها من غير سكر، شوف بقى لو عايز. لا انا بشربه من غير سكر، شكرا. هو انت ما رحتش الشغل النهارده ليه؟ اجازه؟ اجازه. انا سبت الشغل. ليه؟ يعني عشان ان شاء الله اروح حاجه اكبر يعني. اوكي. هي بتفرق يعني في المرتب؟ اكيد. قولي لي، قررت انتي واخواتك هتعملوا ايه في الموضوع بتاعنا؟ انتوا قررتوا؟ لسه مش لاقيين وقت نقعد. فرح. بس ان شاء الله هنوصل لطريقه يعني. ان شاء الله. هو انت وانكل كنتوا بتتخانقوا ليه امبارح؟ انا اسفه على تطفلي، بس انا سمعت صوت عادي. لا دي ما كانتش خناقه، ده كان مجرد اختلاف في وجهات نظر يعني. اختلاف وجهات نظر. بص انا بصراحه شفتكم من البلكونه. انت عايزه مني ايه؟ عايزه اقول لك ان ماما بتعمل معايا كده كتير، وانا اللي بروح اصالحها برضه في الاخر. انكل حسن طيب قوي، يمكن هي دي الحاجه الوحيده اللي مخلياني مش عارفه اقرر ان احنا نسيب البيت. انا عارفه ان انت مش عايز تتكلم في حاجه، بس انت صعبت عليا قوي امبارح. بس عادي، هو دايما الكبير غلطته كبيره. اول عيل ده بيكون فار تجارب لاهله في كل حاجه. انا مش فاهم انت بتقولي الكلام ده ليه؟ انت عايزه مني ايه؟
اتفضلي. من غير سكر. شكرا. مالك؟ مفيش. بابا جالنا امبارح، كان بقالنا كتير ما شفناهوش. ما انا عارف، شفتكم. كانت قعدة لطيفة، يعني اختلفنا شوية بس عادي. انا سمعت كل الكلام اللي قلتيه لباباكي امبارح، انا اسف على تطفلي زيك بالظبط. هو مش نفس ده حصل امبارح؟ احنا تقريبا مشاكلنا واحده، انتي محتاجه باباكي وانا محتاج مامتي. لا بس انا مش زيك، كنت هضيع نفسي. انا اسف. لا خالص، كلامك صح. طب انت على الاقل عارف انت هتعمل ايه. انا لا. يبقى اعرفي. لو كانت سهله قوي كده كانت اتحلت. انا بخاف. ما تخافيش. انا عملت بجد ما بعرفش اتصرف. انا عملت حاجه امبارح اول مره اعملها في حياتي. قررت اتصالح مع نفسي. بمعنى؟ انا لا عمر حد حبني ولا انا حبيت حد. حطيت طاقتي كلها في المذاكره ونجحت ودخلت صيدله، وجنب النجاح والمذاكره حطيت الفلوس عشان احوش بسرعه واكبر. انا في حاجات كتير حرمت نفسي منها عشان احوش. زي ايه؟ اللبس مثلا. انا ما بجيبش لبس غير لما بزهق، وباخد لبس من بابا. خدت بالي. طاهر ومراد فاكريني بخيل. انا مش بخيل، انا باجي على حاجات عشان خاطر حاجات تانية اهم، ان افتح صيدليه مثلا. انت ما قلتليش يعني ايه اتصالحت مع نفسك؟ قررت اني مش هحط الفلوس هدف. هحب نفسي وهخاف على نفسي اكتر ما هخاف على الفلوس، وكل حاجه هتيجي بسهوله. عارفه، انا نفسي ارجع اعيش الحاجات اللي انا حرمت نفسي منها عشان احوش. حلو اللي انت بتقوله ده. وانت كمان هتكلمي الراجل تعتذري له علشان ما عرفتيش تروحي امبارح، وهتروحي. لا طبعا، لا انا مش جاهزه لحاجه زي دي خالص. انا هدخل اقرا نشره قدام الكاميرا، مش عايزه اعمل كده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انسي كل حاجه وما تفكريش غير في حاجه واحده بس، ان انت شاطره وان ده حلمك اللي انت عايزه تحققيه. عارفه، انا وانا ببيع ادويه متجدوله ما كنتش حاطط حاجه في دماغي غير ان انا اكسب وبس. لو كنت حاطط في دماغي ان انا بعمل حاجه خطر كان زماني اتقبض عليا. احنا اللي هيتقبض علينا دلوقتي. ما تفكريش في اي حاجه غير ان انت هتنجحي بس، زي ما انا نجحت وانا ببيع الادويه متجدوله. يا ابني بس بقى. ماشي انا هنزل. مش مشكله، هنحاول تاني وتالت وتقدمي في حته تانيه وهتشتغلي. انا نجحت واتقبلت وهتمرن من الاسبوع الجاي وهشتغل كمان 3 شهور. طب انت عامله كده ليه؟ انا قلت انت ما اتقبلتيش. عشان انا مش مصدقه نفسي يا علي. شكرا بجد. انا ما عملتش اي حاجه، انت اللي عملتي كل حاجه ونجحتي زي ما انا نجحت بالظبط وانا ببيع الادويه متجدوله. يا ابني بس بقى اسكت. بقول لك ايه، انت معاك فلوس؟ على فكره انا كلمت علي وقال لي ان هم في الطريق. شفتي؟ اتقبل في الشغل اهي. قالت لي الحمد لله يا رب. الحمد لله. نادية ممكن اطلب منك حاجه؟ لا. ليه يا نادية؟ عشان عارفه انت عاوز تكلمني في ايه، وانا وهي متفقين على اتفاق. طب عشان خاطري. بصي،
واحد من اخواتها هيروح معاها ومش هيسيبها خالص. تمام؟ وتبقي مطمنه عليها على الاخر. وسيبها تجرب. لا يا حسن. انا بقول لك عشان خاطري يا نادي. وهي لو اتقبلت هتجيب لك الدور لحد عندك وانت تقول لي رايك فيه براحتك. صح يا هند؟ ايوه طبعا ده اكيد. هعمل حاجه من وراكي يعني؟ هو انا يفرق معايا الدور كويس ولا لا؟ انا مش عاوزاكي تشتغلي الشغلانه دي. ليه يا ماما بس؟ ليه يا ناديه؟ كده هي هتبقى هوايه جنب الدراسه. وبعدين ايش عرفني يا ستي، مش يمكن يطلع عندها موهبه؟ طاهر هيوصلها ويرجعها تاني. هوصل مين؟ هتوصل اختك، عندها ميعاد هتوصلها وتجيبها. عندي مواعيد يا بابا. انا عندي مذاكره مش هعرف انزل. انا اقول لك خلاص هوصلها. وتوصل ليلى السنتر كمان. حاضر يا بابا. حبيبي انت يا طاهر. ايه يا حسن؟ هو انت بتتفق على اساس ان انا موافقه؟ ما خلاص بقى يا ناديه، انا قلت خلاص يبقى خلاص، ماليش كلمه في البيت ده ولا ايه؟ سيرك في الاداء بنتي. تحفه. مش حلو. لا حلو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اوبا. مساء الخير. طب خشوا. ايه الحلويات دي يا عم؟ ايه ده؟ يلا اصبر. الله اكبر الله اكبر. اصلي كنت عايز اشتري كام حاجه كده فقلت اخد اروى معايا يعني. ايه رايكم في الشياكه؟ فظيع. قمر قمر. افهم من كده انه قمصاني هتترحم؟ كفايه عليها كده بقى. طب وهتسلفني البنطلون ده مره كده الروش ده؟ طبعا بس ترجعه. ايه يلا بينا احنا عشان ميعادنا. بيغششوا. ايه الجو ده بقى؟ وايه المشكله يعني؟ ما هو اخويا. ما هي اختي مش بتعمل حاجه. خلاص العب في اي حته ثانيه انت عايزها. الله. العبي هنا يا بنتي. يعني هو كده اللي ينفع؟ انت اللي بدأت. احنا كده كده هنكسب، احنا الاذكى. بس يا بت. بس يا ابني ايه اللي انت بتقوله ده عيب. طب العبيني. لعبك ايه يا ابني؟ انت خسران من قبل ما نبدأ. خسران ايه؟ انا علمي وانت ادبي. هو ايه علاقة ان انت علمي وان انا ادبي بكونكت فور؟ مش فاهمة. كونكت فور دي ايه؟ مش علمي؟ لا صح عندك حق، معلش عندي انا. يلا يلا. عارفه لما يكون في ايدك تنقذي حد بس في نفس الوقت فرحان قوي ان هو رايح في داهيه، بس صعب قوي. انا بقى اخترت ان اسيبه يروح في داهيه وافرح فيه كمان. عارف الإحساس الأصعب منه؟ إن يبقى قدامك حد عامل نفسه ناصح وضحك على كل اللي حواليه، وأنت يبقى في إيدك إنك تقول لهم الحقيقة وتهدله كل اللي هو عمله. ساعتها لازم تختار، أصل اللي حواليه لو عرفوا الحقيقة هينهوا الموضوع في منت. تفتكر هيرضوا إن هو يحب البنت اللي باباها كان السبب؟ حط نفسك مكاني، انقذ نفسك. هزعلك بس. وريني. لا. ها مين اللي كسبان؟ انا مش فاهمه ايه اللي مسهرهم لحد دلوقتي. بكره في مدارس. الساعه لسه 9:30. وهند فين؟ طاهر قال هيجوا الساعه 10. ايه يا شباب؟ ازيك يا انكل؟ بقول لك ايه يا طنط، عايزه اتكلم في موضوع. قول. بيقول لك عاوزني انا. احنا في بينا اسرار. الله يسهل لكم. طبعا العبقري هو اللي كسبان. ها؟ عبقري مين يا انكل؟ ده خسران 3-0. خلاص. اخس. علمي. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه بابا. قول لي في ايه؟ انا المدرسه بعتت معايا جواب اجتماع اولياء الامور. وليه ما اديتش الورقه دي لبابا؟ كل مره بيروح يقابل المدرسين مع امهات صحابي، وانا قايل لهم ان ماما هتحضر معايا. انا مفهمهم ان ماما كانت مسافره. انا اسف اني كدبت. لا يهمك. عاوزني انا احضر معاك؟ ايوه. طب هعمل كده. شكرا يا طنط. عاوز تقولي يا ماما؟ ماما عمري ما قلتها لحد قبل كده. ماما.
انا بحبك على فكره. وانا بموت فيكي على فكره. ايه بقى اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ يلا. ما تردي لا تكون القناه. لا ده بابا، مش عايزه ارد عليه. الو. ايه يا عروه؟ ماما انا بابا كلمني، هو كلمك او حاجه؟ وما ردتيش ليه؟ كلميه واسمعيه واديله فرصه. ده بجد؟ مستغربه اللي انتي بتقوليه ده بصراحه. ده الصح، وده اللي هقوله لاخواتك كمان. ماشي. هتنزلي امتى؟ هلبس وانزل. كلميني وطمنيني لما توصلي. ماشي اوكي. باي باي. باي. طب انا هلبس واجي اوصلك. لا ملوش لزوم يا علي. ليه؟ ما انا قاعد فاضي، انا ممكن اوصلك وارجعك كمان. انت متاكد ان انت ما وراكش حاجه؟ انا بعت السي في بتاعي لشركات كتير ومستني حد يرد. ماشي. الو. انا علي. تمام. خلاص تمام، شكرا، مع السلامه. وشك حلو عليا، عندي انترفيو بكره. بجد؟ مبروك، على خير ان شاء الله. اوصلك بقى بمناسبه الانترفيو. ماشي. استنى صحيح، انكل حسن واخد العربيه وماما واخده العربيه، فانا اصلا هروح في تاكسي. اوصلك برضو في تاكسي وارجعك كمان. ماشي اوكي. هو انتوا ما فكرتوش تعملوا بول هنا في الجنينه؟ لا، بابا رافض تماما. اشمعنى؟ هو بيحب الخضار اكتر، وشايف ان حمام السباحه ده مصاريف وصيانه وشغلانه يعني. عارفه اللي يبص على البيت ده من بره يقول علينا بهوات، بس احنا مش كده خالص. احنا يا دوبك مرتب بابا مكفينا شويه الفلوس اللي بتيجي من عوايد الارض. ثروه بابا هي البيت ده، بس طبعا عمره ما هيبيعه يعني. اي حاجه من بره غير. وانتي ايه؟ انا ايه؟ مش فاهمه. انتي من جواكي ايه؟ انا كل حاجه وعكسها. بصي انا ماليش خبره قوي في الكلام مع البنات يعني، بحكم خبرتي اللي هي ولا حاجه، بس انا حاسس ان انا عارفك كويس من جوه. عارفني مره واحده؟ وعارف ايه بقى؟ انتي شبهي، بس انا عايز اعرفك اكتر. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله كويس. كلمتك؟ لا. وانت؟ لا طبعا انا مش كويس. ساعات بتوحشني قوي وببقى عايز اكلمها، بس الحمد لله بمسك نفسي في الاخر وما بعملش كده. ربنا معاك. شكرا يا هند. على ايه؟ على الاقل حاسه بيا. طيب بما اننا متجمعين، خدتوا ايه بقى القرار؟ والله انا شايف ان ده كلام مهم عشان احنا خلاص جبنا اخرنا بجد يعني. جايبين اخرنا من ايه؟ هو مش احنا اخر مره قعدنا مع بعض اتفقنا ان احنا هنشوف حل يكون لطيف ما يضايقش مامتهم ولا يضايق بابانا، ولا ايه؟ هو انتوا ساكتين ليه؟ بما ان انا الكبير اسمعوا رايي. اتفضل. انا شايف اننا ما نعملش حاجه. احنا ليه اصلا عايزينهم يسيبوا بعض؟ احنا اهو متعايشين مع الامر الواقع. في الاول ما حدش فينا كان حابب ولا حد كان طايق التاني، بس واحده واحده تعاملنا مع بعض. نيلي ومصطفى اكتر اتنين مبسوطين من اللي حاصل ده، فاحنا ليه نخلق مشاكل تخلينا نتفرق طالما هي مش موجوده؟ مين قال ان هي مش موجوده؟ بالظبط. يا مراد، ابوك ما يستاهلش ان احنا نبقى السبب انه يرجع يعيش لوحده. هو مش هيعرف يعمل كده تاني.
واعتقد يعني كلنا شايفين ان بابا ومامتكم قد ايه متغيرين للاحسن وهم مع بعض. الصراحه يعني مفيش مقارنه. يعني انا شايفه لو احنا نيجي على نفسنا ونستحمل بعض عشانهم فايه المشكله؟ انا مش فاهمه، يعني انتوا خلاص خدتوا القرار ومطلوب مني ان انا اوافق؟ بس احنا ما اتفقناش على كده. طيب احنا هناخد بالاغلبيه. مين فيكم شايف ان احنا ندي لبابا وطنط ناديه فرصه هما اللي يقرروا عايزين يعيشوا مع بعض ولا لا؟ انا معاك. وانا احنا 4 وانتوا 2. بس عشان ما تزعلوش، احنا ندي الوضع ده فرصه شهرين. عرفنا نكمل كان بها، ما عرفناش نتكلم ونبقى نشوف عايزين نعمل ايه. تمام يا علي. بحب الأغنية دي قوي. تعالوا نلعب لعبه. حد يغني اغنيه ويقف على حرف، واللي بعده يختار اغنيه بتبتدي بالحرف ده. حد فاهم حاجه؟ حلوه اللعبه دي. كنت بلعبها على طول انا وطاهر ومراد. انا مش هلعب. مش مهم، ابتدي انت. أنا؟ طب ثانيه اطلع الجيتار بقى. ماشي، بس انا يا جماعه صوتي وحش، ها؟ تتريقوش، بقول لكم هم الاول. اتربينا. ماشي. مين هيبدا؟ انا. طب هتغني معايا، ها؟ ابدا انت بس. لا، هيغني معايا. ابتدي. ماشي. بكلمة منك انت بتضحكي؟ اسكتي بقى. يلا. بكلمة منك تنسيني اللي عدى اوان. ممكن اكمل انا؟ صوتي ايه وحش؟ وقفيني في الحته اللي انت عاوزاها. ماشي. ممكن؟ كان في هواك من بدري يا فرق قوي صوتي. وكل ده فيه وانا بقلبك بقيت عايشة مع العايشين. بكلم نفسي من الوحدة بقالي سنين، وانا في ترتي ما كنتش عايزة اتمني. ودلوقتي وانا بعمل حساب بس حساب. عندك حساب؟ ايوه. مين اللي بعده؟ يلا انا. يلا بينا. بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة وما بجيبش سيرة عنك في الكلام. قطعت خلاص ما عارفك وكل اللي عارفك ما بقاش في بينا كلام أو سلام. ده أنا خصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان يبقى حالي وارتاح من الألام. ما بسمعش الأغاني ولا بيشغلوني المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام. ورغم الكلام ده مفتقدك بشدة ومن يوم فرقنا حياتي مش تمام. وليه رغم الكلام ده مفتقدك بشدة ومن يوم فرقنا. ره. ايه يا جماعه الحرف الرخم ده؟ يلا. ايه ده؟ اختك غلسه قوي. قوي. هجيبها ره. مفيش حاجه بحرف الر. لقيت. رغم السكات اللي ساكن كلامنا، رعشة ايديك لحظة سلامنا. رغم انهزامنا وانقسامنا هيفضل هوايا في عشقك يطوف. لو بس قرب هتقدر تشوف. كل مرة اخد لقربك خطاوي، كم مرة صوتي يعلي الغناوي. كل لما اجيلك مغامر وناوي، الاقيني برجع لقبل الوصول واقول بس بس سين. يلا انت. ست الحبايب يا حبيبة،
يا أغلى من روحي وعمري. في إيه؟ ما بحبش الاغنيه دي الصراحه. ولا انا. بتفكرني بطابور المدرسة الصبح يوم عيد الأم. أسوأ يوم بيعدي عليا في السنة. كان بابا بياخدنا محل الهدايا اللي جنبنا هنا عشان نجيب هدايا للمدرسات بتاعتنا نديها لهم تاني يوم الصبح في المدرسة. نبقى واقفين في المحلات، كل العيال اللي قدنا مع باباهم ومامتهم بيجيبوا هدايا للمدرسين، واحنا واقفين محتاسين مع بابا مش عارفين نجيب ايه. كل الناس ماشية بورد واحنا رايحين جايين رايحين جايين، كمية الورد دي. يعني جت على الورد، يعني كل الافلام اللي في القنوات وكل الاغاني اللي في الراديو تحسي كده انك محاصرة. مفيش سنة بتعدي وما عيطش في اليوم ده. بس للأسف بقى ست الحبايب مشيت وسابتنا. كنا محتاجينها قوي. يا جماعة في ايه؟ هتقلبوها دراما ولا ايه؟ مفيش حاجة مفيش حاجة. أنا آسفة بجد يا طاهر، ما كنتش أعرف. هي طنط ماتت إزاي؟ وهي بتولد مصطفى. ازاي؟ ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده؟ هو قضاء وقدر ولا غلطة الدكتور؟ غلطة الدكتور، ربنا ياخده. كده مراد يزعل. هو مش ده الدكتور جاركو؟ بابا لينا وأبو محسن؟ لا ده انت فعلا ما شفتيش تربيه بقى. أنت اللي قليل الأدب. ايه اللي بتقوليه ده؟ لا لا اسكتي خالص. هو إيه اللي اسكتي؟ هو اللي قال أدبه الأول وبعدين أنا بتكلم عادي. بتتكلمي عادي برضه بتاعت السنتر وخالد الشمال؟ ايه ده في ايه؟ اطلعي على فوق يا ليلى. هي مين لينا اللي بتتكلمي عليها دي معلش؟ حبيبة مراد. الكلام ده حقيقي؟ وانت مالك اصلا؟ حياة امك لازعلك. احترم نفسك ورد عليا. الكلام ده حقيقي؟ انت مالك اصلا؟ الكلام ده صح ولا لا؟ بعدين نبقى نتكلم يا طه. وانت خليت فيها بعدين؟ بتشتغلنا وتقول بعدين؟ ازاي يعني يا مراد؟ هو ايه ده اللي ازاي؟ وانتوا مالكوا اساسا؟ لا مالنا ونص. ممكن تسكت دلوقتي؟ والله العظيم لا افضحك. على فكرة كل اللي بيقولوا كده. انت تعرف البت دي من امتى؟ بقول لك يا طاهر مالكش فيه. تحبي تشربي حاجة؟ ممكن الحق يا بابا دول بيتخانقوا. هو مين ده اللي مالوش فيه؟ مين ده اللي مالوش فيه؟ يا مخيب يا ابوك بس بس انتوا الاثنين انتوا مخيب يلا بس انتوا الاثنين يا ابني سيبه يا جماعة يا ابني سيبه في ايه بس اهو بس في ايه فهمني في ايه حد يرد عليا الاستاذ بيشتغلنا الاخ مصاحب بنت سالم سالم مين اللي موت امي ببطل يا ابني افهم بقى الكلام ده صحيح وايه المشكله يا بابا طب اتفضل اطلع اوضتك وبعدين نتكلم انا مش هتكلم بعدين انا حر واعمل اللي انا عايزه اطلع اوضتك بنتك ماشيه مع الواد الشمال ابن صاحب السنتر انت مش متربي كداب يا ماما انت تخلصي خالص يلا كل واحد على اوضته يلا كلكم اطلعوا نمتي؟ لا لسه. هو ايه اللي حصل؟ مش عارف انا يا بنتي ايه اللي حصل ده. واد مراد طلع مصاحب. لا ومصاحب مين؟ بنت سالم. هو ما كانش قايل لكم خالص ان هو مصاحبها؟ لا هو طاهر مره جاب سيره الموضوع كده بس توه على طول. تفتكر انكل هيعمل معاه ايه طيب؟ معرفش ممكن يعمل ايه بس استحاله يكمل مع البنت دي. اكيد بيحبها. ما يتنيل يحبها ما ينفعش استحاله. طب هو انت لو مكانه كنت هتعمل ايه؟ انا ما بحبهاش من الاول اصلا. انتي لو مكانه هتعملي ايه؟ لا معرفش يا علي، انا عمري ما حبيت قبل كده. ما انا كمان ما حبيتش قبل كده مش عارف. يبقى احنا الاتنين حكمنا هيبقى غلط. أرى هو انتي فعلا خالص ما حبيتيش قبل كده؟ ولا بعد كده؟ هو ده وقته؟ انا بنبسط قوي وانا بكلمك. ده وقته برضو؟ انا بقول لك بس عادي يعني. وانا كمان بنبسط. تصبح على خير. طب اشوفك بكره؟ علي احنا في نفس البيت على فكره، ما تكبرش الموضوع.
صح، ماشي. صباح الخير. باي. يا ماما يا ماما الحقيني والنبي يا ماما يا ماما. في ايه؟ في ايه؟ والنبي مشينا من هنا بقى، كفايه كده. حصل ايه؟ دخل عليا الاوضه بفتح عيني لقيته قدامي. هو مين ده؟ مراد. يعني ايه دخل اوضتك ازاي؟ مش عارفه يا ماما، الحيوان كان فاكرني نايمه، ولما صحيت ولقيته رحت مصرخه طلع يجري. طب هيخش ازاي والاكره من ناحيتنا يا بنتي؟ يمكن متهيألك. لا يا انكل مش بيتهيألي يا ماما والنبي بقى مشينا من هنا. يعني المفتاح معانا، هيفتح ازاي؟ يعني وبعدين هو مراد هيعمل كده ليه اصلا؟ ماما انا مش بكذب، والله العظيم دخل عليا الاوضه ولما صرخت طلع يجري. البنت ما بتكدبش. قوم ما تعملش نايم. يا بابا ما هو نايم قدامك اهو. انت بتغطي عليه. اغطي عليه في ايه؟ في ايه يا بابا؟ انت ليه نزلت لها ودخلت عليها الاوضه؟ نزلت لمين؟ انت هتستهبل. ليلى. يا بابا مراد ما اتحركش من على السرير. انت تسكت خالص. انا صاحي والله ما نمتش، ما اتحركش من على السرير. سيبه يا طاهر. كمل يا بابا. كدبني. هو فاضل ايه تاني انت ما عملتوش؟ مش ضربتني وهنتني؟ كمل. ورحمة امي ما قام من على السرير يا بابا. بس الباب تحت مفتوح. هي اللي فتحته. وهي هتعمل كده ليه؟ بابا البنت دي شر ودماغها سم. توصل للدرجه دي؟ واكتر من كده كمان. عشان هي اتفتحت قدامي. هفهمك كل حاجه. ماما انا عايزه ارجع البيت، انا مش هقدر اقعد هنا كمان دقيقه واحده. هو انتي ساكته ليه؟ هو انتي تستني ايه يحصل لنا تاني اكتر من اللي حصل؟ مين الولد الشمال اللي مراد قال عليه ده؟ تصدقي كلام السافل ده؟ ده خالد ابن صاحب السنتر، وعلى فكره ولد محترم جدا. وانت عرفتي منين ان هو محترم جدا؟ وعرفتي منين ان هو ابن صاحب السنتر؟ انا بروح السنتر كل يوم على فكره، وهو اللي ماسك السنتر. بيقعدني قدام انا وصاحباتي عشان نخلص من غلاسه الولاد اللي ورا، وبيشيل لنا الملازم قبل ما تخلص. وعلى فكره هو ما بيعملش معايا كده لوحدي، بيعمل كده مع كل البنات، ومش عشاني، عشان سمعه السنتر. ومراد يعرفه منين؟ يوم ما وصلني وشافني واقفه معاه بعد الحصه، وما كنتش لوحدي على فكره. اول ما ركبت معاه العربيه هددني ان هو هيقول لماما على كل حاجه. وراني الفيديو اللي متصور من كاميرا مراقبه بيت صاحبته، اللي هو مش قايل لهم ان هو مصاحبها. فيديو ايه؟ انت عارفه ده كله ازاي اصلا؟ الفيديو اللي انتي واروى كنتوا بتفضوا فيه الكاوتش بره. لما عرفت ان الفيديو ده متصور من كاميرا الفيلا اللي جنبهم، صاحبت على البنت دي واخدت رقمها، وعرفت ان هي اللي مسجلها محسن. كنت محتاجه اعرف ليه يعني هو عامل كده وليه مخبي. كنت كمان عايزه اعرف ايه سبب الخناقات اللي بين باباها وبين انكل حسن. فسالت مصطفى وقال لي، عشان كده فضحته قدام اخواته. هو انا لو على راسي بطحه ولا مخبيه اي حاجه ولا هو ماسك عليا حاجه كنت هعمل كده؟ ساكته ليه يا ماما؟ ده لعب عيال في عيال. لعب عيال مش لعب عيال. انا مش هقعد هنا دقيقه واحده تاني. لو اي حد فيكم كان حصل له اللي حصل ما كنتش هتسكتوا. في ايه يا ماما؟ ولما مراد سأل عليه طلع الواد مش مظبوط يا نادي. مش مظبوط ازاي؟ بيعرف بنات كتير من اللي بيروحوا السنتر وعامل معاهم مشاكل، وفي بنت منهم متجوزها عرفي وابوه اللي لم الموضوع. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ومراد عرف منين؟ من واحد صاحبه ساكن جنب السنتر. وهو ليه يسأل اصلا؟ ده اللي فارق معاك يا ناديه؟ رد عليا، مراد سأل عنه ليه؟ عشان شافها معاه هي وصاحبتها. ولو افترضنا انه شافها معاه لوحدها، مراد عمل كده ليه؟ يا ناديه شافها معاه في العربيه. اخته قلق عليها. اخته يطلع لها اوضتها في نص الليل ليه؟ مراد ما عملش كده. الباب كان مفتوح. يا ناديه عليها انت يعمل كده ليه؟
وهي هتتبلى عليه ليه؟ ابنك بيكذب يا حسن. مراد ما بيكذبش. ده على اساس ايه؟ ما هو مصاحب البنت ومخبي عليك انت وعلى اخواته، دلوقتي بقى مراد ما بيكذبش. يكذب عشان بيحب لكن ما يأذيش حد. انا ولادي مش كده. يعني انا اللي بناتي كده؟ اكيد ده مش قصدي يا ناديه. امال قصدك ايه يا حسن؟ حسن انت ولادك كدابين. امال علي عمل ايه؟ ومراد عمل ايه؟ مع ان ما كانش باين عليهم. هما بقى ولادي دلوقتي؟ مش كانوا ولادنا؟ انا بناتي خط احمر يا حسن. انت جاي تقول لي ان بنتي بصاحبه واحد وبتركب معاه العربيه وماشيه معاه وبتكذب عليا وبتتبلى على ابنك وعاوزني اسكت؟ بنتك عاوزه تمشي من هنا باي شكل، بسبب بقى مراد شافها ولا بسبب حاجه تانية؟ ده اللي لازم نناقشه. اديني اماره واحده تخليني اصدق ابنك الكذاب. انا مصدقه. ما تفرقش معايا. امال يفرق معاكي ايه يا ناديه؟ اللي شفته واللي حصل. انت بتزعقي ليه؟ عشان انت مستفز. انت اللي مش عاوزه تسمعي يا ناديه. لما تقول كلام عادل كل اللي بتقوله هبل. خلي بالك من كلامك يا ناديه. لما تقول كلام موزون ابقى خلي بالي من كلامي. انا بقول لك الحقيقه. انت بقى عاوزه تدفني راسك في الرمل، ده موضوع تاني. بنتك ماشيه مع الولد. اسكت خالص يا حسن وما تجيبش سيره بنتي على لسانك، ولحد كده وكفايه. يعني ايه كفايه؟ فهمها زي ما تفهمها. لا افهمها. يعني خلاص دي اخرها يا حسن، وانا قلت لك من الاول ان بناتي خط احمر. يا ناديه سيب ايدي من فضلك. انت بتسيبيني يا ناديه؟ ولو هسيب عمري كله عشان خاطر بناتي انا هعمل كده. طلقني. مش طبيعي اللي حصل ده. انا كنت متوقع اصلا. كنت متوقع ان هم يسيبوا بعض. مش بالسرعه دي بس كنت متوقع. وبنيت توقعاتك دي بقى على اساس ايه؟ هو بابا وطنط عرفوا بعض امتى وفين وازاي؟ ده هيعرفوا بعض امتى اصلا؟ فطبيعي مع اول مشكله هيبعدوا. علاقه هشه. ايوه يا طاهر، بس انت علاقتك بندى مثلا بقالها سنين، يعني المفروض انت فاهمها وهي فاهماك وعارفين بعض كويس. ومع ذلك لما المشكله حصلت انت اكتشفت ان العلاقه هشه. ما تزعلش مني. لا ازعل ايه بقى؟ مبقتش بزعل من حاجه. قولي انت ايه رايك في اللي مراد وليلى عملوه ده؟ الاتنين كدابين، بس ليلى كدابه اكتر. انا فاكر مراد ما دخلش الاوضه، انا كنت صاحي. من غير ما تقول انا عارفه. هو السؤال هنا هي ليه عملت كده اصلا؟ هي ما كانتش مرتاحه عندكم. مين كان مرتاح يا هند؟ الوضع ما كانش كويس يعني. يلا الحمد لله اللي كلنا كنا عايزينه حصل. على رايك شويه هينسوا اذا كان بابا ولا طنط. ممكن، بس انت مش مستغرب حاجه؟ ايه؟ يعني اللي انت كلمتني واني رديت وان احنا اتقابلنا وخلاص احنا المفروض ما نتقابلش، اللي احنا عايزينه حصل، الجوازه اتفركشت. يعني احنا علاقتنا علاقه صحاب يعني، وعلاقه الصحوبيه دي بتدوم اكتر من اي علاقه تانية. بس هي ماما لو عرفت ان احنا بنتقابل هي مش هتستوعب اساسا. والله ولا بابا صدقيني. استاذنك اخد التليفون ده. يوسف عامل ايه؟ اخبارك؟ هند ماشي هبعت لك رقمها. اوكي ماشي، يلا قبلك بالليل. باي باي. سلام. هو عايز رقمي ليه؟ اكيد عشان الفكره اللي انت قلتها له، ما طالما دخلت في دماغه يبقى ينفذها. ايه ده؟ هو ايه اللي جاب اروى هنا؟ اروى؟ انا لو اللي في دماغي صح يبقى ضحك بس. ايه اللي في دماغك؟ علي قبل ما انزل كان بيغير هدومه عشان رايح مشوار، فبيسالني ما تعرفش كافيه بقى كويس وبتاع، فقلت له على الكافيه ده.
بعدين سالته انت محتاج كفيف، قال لي بسال في العموم. فلو اللي في دماغي يا هند. ايوه، ايه اللي هيخلي علي يقابل اروى؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهمه حاجه. ايه الحوار ده؟ ازيك؟ عامل ايه؟ تعالي اقعدي. ايه الاخبار؟ كله تمام، انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا مش مصدق. ابويا وامك لو شافوا المنظر ده اقسم بالله هيتشلوا. مش مصدقه. بقول لك ايه؟ تعالي قومي. هاتي الموبايل ده. واحدة واحدة بقى. الو. مفاجأة؟ ايه ده؟ بتعملوا ايه هنا؟ بتعملي ايه؟ اهلا اهلا اهلا. ايه الحوار ده؟ اروى، انا في حاجات كتير عايز اقولها لك، بس غالبا مش هعرف اقولها وانا واقف قدامك. بس كل اللي جوايا كل اللي حواليا بيقولوا لي ان انا لازم اقولها لك. اروى، انا حاسس ان انا بحبك. كل اللي جوايا كل اللي حواليا بيقولوا لي ان انا لازم اقولها لك. اروى، انا حاسس ان انا بحبك. هابي فالنتاينز. بحبك. وانا بحبك. حلوة قوي بجد. ميرسي يا علي. مالك؟ كنت بتكلم مع بابا الصبح وصعب عليا قوي وهو بيتكلم. بيحب طنط قوي. انت عارفه لو كنت سمعت الكلام ده قبل ما احبك ما كنتش هفهمه، بس بعد ما حبيتك فهمت الكلام قوي، حسيت بيه. بس في حاجه كده مضايقاني من الموضوع ده. ايه؟ مش مهم. حاسس ان انكل حب ماما اكتر ما هي حبته، صح؟ بكتير. ماما تركيبة غريبة قوي. انا نفسي ساعات ما بكونش فاهماها، مش ببقى عارفة هي بتحب ولا لأ. بس كل اللي انا عارفاه ان انكل حسن هو الراجل الوحيد اللي حرك حاجة جواها، بس الظروف ما ساعدتهمش بقى. هي برضه ما بتحبش تجيب سيرة الموضوع ده خالص. كل ما احاول كده افتح معاها الموضوع بتقفل. وبعدين؟ معرفش. انا عايز اخطبك. انا جاهز دلوقتي، بشتغل ومستقر. انا جاهز اخد خطوه زي دي. هنعمل ده ازاي طيب؟ يعني انت اصلا باباك عايزكوا تسيبوا البيت علشان قاعد بيفتكر ماما ومش قادر يقعد فيه، تقوم انت رايح قايل له انا عايز اخطب بنتها؟ بعدين انا برضو هروح اقول حاجه زي دي لماما ازاي؟ انا حاسه ان هي ما صدقت انها رجعت حياتها واستقرت. اروى، هي دي مقدمه عشان عايزه تبعدي؟ انا بفكر معاك بصوت عالي. لا، ده ما اسموش تفكير بصوت عالي، ده اسمه هدم لك املك بصوت عالي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا بقول الحقيقه. ولا انت ما عندكيش مانع زي مامتك عادي تضحي؟ ما تتكلم كويس يا علي. ما انت هتجيبيه منين؟ نعم. ما تعمليش نفس اللي مامتك بتعمله معايا يا اروى. انا عايزه امشي. احلى حاجه في الدنيا نادية عملتها انها قربتني منكم تاني. دي حقيقة يا بابا. انا عارف طبعا قدامي وقت كبير قوي لحد ما تتعودوا على وجودي في حياتكم تاني، بس اكيد كلنا احسن من الاول. وانا كمان يا بابي ابتديت اتعود عليك وعلى طنط فريده. وانا مش متخيل دنيتي من غيركم، انا وطنط فريده. انا بس عايزه اقول لكم حاجه بسيطه قوي. انا موضوع طنط ده بيعمل لي حاله نفسيه، يعني ارجوكم من دلوقتي فريده بس. خلاص فريده. ايوه شاطره. برافو. هاي اروى، مالك في ايه؟ ماليش. انا كنت هسأل نفس السؤال على فكره. حاجه كويسه.
طيب بما اننا خلصنا اكل ما تيجوا نقعد بره. اوكي؟ يلا يلا. لا ما هو ده مش طبيعي على فكرة. ساكتة وسرحانة وقاعدة لوحدك، ومن الصبح بسألك مالك يا أروى، بتقولي مفيش. ما طلعتيش تقعدي معانا في الجنينة ليه؟ انا وعلي ابن انكل حسن بنحب بعض. انا متعوده ان انا دايما اتكلم مع ماما في الحاجات دي، بس هو المرات دي يعني انت اكيد فاهمه انه الوضع صعب شويه. انا فكرت ابعد عنه، بس مش عارفه ده صح ولا غلط. هما برضو اكيد مش هيوافقوا، فاهمه قصدي؟ فهماكي كويس قوي. أروى حبيبتي مفيش حد في الدنيا يكره مشاعر الحب. مشاعركم وأحاسيسكم ده حق مشروع ليكم. مش عيب إنك حبيتيه وإن هو كمان حبك. وده مش معناه إنك تقعدي زعلانة ومكسوفة وسرحانة ولوحدك. هو أنا لو قلتلك على حاجة تعمليها؟ حاجة إيه؟ اطلعي فوراً اندهي أبوكي واحكي له على الموضوع كله، وشوفي هو هيعمل ايه. جربيني يا ستي المرة دي، وصدقيني والله ما هخذلك. ماشي ماشي، شكرا. يعني انتوا كده سبتوا بعض؟ معرفش. هو ايه اللي ما تعرفش يا علي؟ هو اللي حصل بقى. يعني ايه هو اللي حصل؟ طب انت كلمتها؟ مش بترد عليا. انت كلمتها ولا؟ بس خلاص بقى. اتفضل يا دكتور، اتفضل اتفضل. مساء الخير. البنات قالوا انك وحشهم، فقلت لازم اجيبهم واجي لك. ترحب بينا ولا نمشي؟ انتوا وحشتوني. حالك اكتر والله يا انكل. ازيك يا ليلى؟ ازي حضرتك؟ اخبار الدراسه ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. اتفضل اتفضل اقعد يا بنات. بعد اذنك يا باشمهندس، انا كنت عايزك في كلمتين على انفراد. طبعا. ولو تسمح عايز علي وأروى معانا. اوكي اتفضل 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 يا بنات ارتاحوا. اتفضل. تعالى نروح نلعب يا باشا. مراد عايزك. أنا آسفة. انا لا اسف، انا عمري ما احب ان انت تتضري. ربنا يخليك ليا. انت فينك كده بقالك كام يوم؟ ولا حاجة، مذاكرة وجامعة وبيت، عادي يعني. قابلتي يوسف؟ قابلته النهاردة. قال لك حاجة؟ عن الشغل وكده يعني. ما تيجوا تقعدوا معانا عشان نشوف بيقولوا ايه. يلا. أول ما أروى قالت لي أنا قلت أجيب البنات وأجي لك علشان نفكر مع بعض هنفرحهم إزاي. وبما إني أبو أروى فأنا بطلب علي منك، زي المثل ما بيقول اخطب لبنتك. الصراحة يا بابا أنا عايز أقول لك بقالي فترة بس مش عارف يعني. مين قال لك إن أنا ما أعرفش؟ وساكت ليه يا أبو علي؟ انا عارفه يا انكل ان موضوع ماما هو المشكله. انا قلت لبابا بس هو عنده وجهه نظر تانية. يا حبيبتي بما إني أنا وأنكل حسن موافقين فنادي أكيد مش هتعترض. عارف المشكلة فين يا حسن؟ فين يا يحيى؟ فيك أنت ونادية. أنا استحالة هقف في طريق سعادة ابني مهما حصل. أنا بحب نادية وقفلت كل المساحات اللي ممكن تخلينا نتقابل، بس هتصرف يعني. طالما علي وأروى مبسوطين فده عندي بالدنيا واللي فيها. أنا ممكن أكلم نادية عادي جدا. ربنا يخليك ليا. خليكي ليا يا حبيبتي. أنا أول مرة أحس إن أنا بعمل حاجة مفيدة ليكي في حياتي، ويا ريت تسامحيني على كل اللي فات.
انت بقى عاوز تكبرني يا ابن اللذينه؟ انا عارف انك هتيجي على نفسك شويه عشان حبيبي ربنا يسعدكم يا رب. يا ولاد تعالوا. ما يكونوا زمامير ولا بتاع. يا ولاد انا لازم اقول لكم على الخبر السعيد. علي هيخطب اروى بنسبه 70%. طب بقيت 30%. في ناديه بس خير ان شاء الله. عيش وقتك وحب أحلامك، ورا ظهرك هترمي أحزانك، هتلاقي الحياة دي قدامك بتنور. عيش كده شوف الحلو في اللي قدامك، وتفائل تلاقي أيامك جايبة الخير وجاية علشانك. اطمن سيب الناس تعيش وخلي اللي يحب